السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصة الهزلية أو المباراة الهزلية، إيه اللي حصل فيها أو إيه القصة بتاعتها أو إيه الرواية بتاعتها؟ في البداية القرعة اتعملت الساعة 5 الفجر بتقنية ال AI الموجهة عشان بيراميدز. الأهلي مفيش مشكلة، وافق، بعت لرابطة الأندية بما إن هلعب بالزمالك وهقابل بيراميدز أنا عايز حكام أجانب. الرابطة بدورها خاطبت اتحاد الكورة المعني بتعيين الحكام. اتحاد الكوره قال مفيش حاجه جات لي رسمي. الكلام ده طبعا لغايه ايه؟ امبارح. الكلام ده لغايه امبارح. اتحاد الكوره قال مفيش حاجه جات لي رسمي، وان الحكام اللي موجودين الحكام اللي ايه المصريين اللي هيديروا المباراه، وكل عارف ان ايه بسيوني والغندور. بعيدا عن الاثنين وبعيدا عن الاسمين وبعيدا عن اي حاجه وبعيدا عن الليله دي كلها بتاعت مين اللي هيحكم ومين اللي هيعمل. جينا بعد كده عرفنا ان الاتحاد رجع في كلامه وقال انا مفيش حد بلغني باي حاجه اصلا. تعالي يا رابطة الأندية ارجعي وقولي لا أنا مبلغاكوا. دياب يقول كده، في الآخر خالص يطلع هاني أبو رضا يقول إيه؟ فعلا، ولكن أنا مشغول في انتخابات المكتب التنفيذي فأنا مش فاضي. طب حضرتك فين؟ النايب فين؟ مفيش لا رئيس ولا في نايب. أمال في مين؟ في لجنة مسابقات طه عزت الزملكاوي، ولجنة تحكيم جهاد جريشة، والمفروض الأجنبي. والله العظيم أنا فاكر اسمه أصلا، أقسم بالله والله العظيم كل ما أجي أفتكر اسمه أنساه. الراجل اللي ما اشتغلش لغاية دلوقتي ببصلة وبيقبض بالدولار وهو ما اشتغلش. احنا النهارده بقينا 11 رمضان وهو جاي من يوم واحد ما تلعبش غير ماتشين، غير اسبوع واحد بس. المهم ما علينا، والحمد لله كان في كوارث، والحكام اللي عملت الكوارث دي ما حصلهاش حاجه. المهم ما علينا. آه طب انت ما كنتش موجود، البشوات دول كانوا فين؟ لا احنا متمسكين بالحكام المصريين. طيب انا مش عايز حكام مصريين، انا عايز حكام اجانب. ده الاهلي يطلع ميدو يقول ايه في مؤتمر صحفي؟ ان الزمالك بيشتكي من المظلومية التحكيمية وانه عايز العدالة. عايز العدالة؟ طيب يا عم العدالة انا هجيب لك حكام اجانب. لا انا مش عايز حكام اجانب، حلو الحكام المصريين. لما يكون في واحد بيدعي المظلومية من فئة معينة او من ناس معينين، فانا هجيب لك ناس تانية تقول له لا انا عايز الناس اللي بتظلمني. امال المؤتمر اللي انت كنت عامله كان فنكوش؟ كان فنكوش هو كده. والحمد لله المؤتمر نجح، وفازوا في اخر ماتش بتاع الكاس، وفازوا حتى في ماتش الدوري الاخير بتاعهم. المهم ما علينا. يرجع بعد كده الاهلي عمل النهارده جلسه طارئه مجلس الاداره، قال فيها يا حكام اجانب يا مش مكمل الدوري. فضل الكلام رايح جاي رايح جاي رايح جاي لغايه ميعاد الايه المباراه. سمعنا بقى كلام كتير وهري كتير، الله اعلم ايه الصح وايه الغلط. هل فعلا كان في حكام اجانب من الدوري السعودي جايين يحكموا المباراه بتاعت الاهلي والزمالك، واتحاد الكوره رافض بعد تدخل الوزير؟ طب كنت فين يا وزاره من الساعه 12 الظهر؟ ولا كنت فين من امبارح؟ ولا كنت فين من الكلام؟ لكن هم واخدين على ان الاهلي هي ايه، هيكبر دماغه زي كل مره. ما علينا. انا كواحد اهلاوي انا دلوقتي فرحان جدا ان الماتش ده ما اتلعبش، اتمنى اقسم بالله العظيم اتمنى ان مجلس اداره الاهلي ينفذ كلامه وما يكملش الدوري في حاله اعتماد نتيجه الماتش النهارده، لان خلاص كده المفروض ان الحكم صفر والماتش المفروض ان الزمالك فايز فيه. في الحاله دي لو اعتمدوا الماتش يبقى الاهلي كده هيكمل في السكه الثانيه. ايه السكه الثانيه؟ اللي هي عدم استكمال الدوري. حتى لو جابوا له في ماتش بيراميدز الجاي اللي هو في شهر 4 حكام ايه اجانب، لكن انا مش عايز ماتش بيراميدز دلوقتي. انا اهم حاجه كان على الماتش اللي هو بتاع النهارده فدلوقتي انا واحد كاهلاوي، انا كواحد اهلاوي نفسي الاهلي يكمل في السكه دي. اقسم بالله العظيم نفسي الاهلي يكمل في السكه دي، وده لكذا سبب. السبب الاول هنشوف اذا كان فعلا ده لو مفيش فرق من الدوري اتضمنت معاه. خلوا بالكم ده اول ماتش في الاسبوع الاولاني من الدور الثاني او دور التحديد في الدوري الاستثنائي، وبكره هيبقى
الماتشات الفعليه النهارده ما كانش في غير الاهلي والزمالك بس، لكن بكره في مدعكه ماتشات. فيا اما في فرقه تتضامن مع الاهلي او الاهلي ياخد الحرب لوحده، دي اول حاجه. لو في فرق تضامنت مع الاهلي، يبقى الدور الثاني ده لسه ما اتلعبش خالص، يبقى لسه الدور الثاني دوت لسه ملوش اي نتيجه، او الدوري يكمل والاهلي بس يكمل في الليله دي. وانا كاهلاوي نفسي الاهلي يكمل ويعتذر عن استكمال الدوري وينزل درجه تانية بقى، درجه ثالثه، درجه رابعه، ما تفرقش معايا. ليه بقى؟ ليه؟ الكل بيقعد يقول الاهلي هو اللي واخد والاهلي اللي بيعمل والاهلي مش عارف ايه والتحكيم ومش التحكيم والكلام ده كله. خليكم بقى انتوا في الدوري بتاعكم وانا هنزل العب من تحت، مفيش مشكله خالص. وتخيل تخيل تخيل كده لما يكون الاهلي بيقابل، هنعتبر مثلا الاهلي بيلعب دلوقتي في الدرجه، هنقول ان الاهلي بيلعب درجه تانية، الاهلي بيقابل دوري الدرجه الثانيه، دول يكون مثلا فرقه بترول اسيوط او لافيتا او طنطا، والماتش بتاعه متزعل هوا وفي رعاة وفي ناس بتتفرج عليه، ماتش تاني وليكن الزمالك والاتحاد او الزمالك وبيراميدز وما فيهوش رعاة، والجماهير اللي حاضره فيه جماهير نادي للزمالك بس، وما يكملوش 10000 زي الرابطه ما بتقول ان هو اقل حاجه، اكتر حاجه 10000. مفيش حد دخل الماتشات في 10000 اصلا، 3000 و5000 اللي بيخشوا الماتشات. انا اتمنى كاهلاوي الاهلي لو نتيجه الماتش دي لو اتحسبت هزيمه الاهلي يكمل، ولا وهنزل مش هتفرق معايا، مش هتفرق. انا كواحد اهلاوي اتمنى اشوف اللحظه دي، اشوف الاهلي بيلعب سواء درجه تانية او درجه ثالثه حسب اللائحه ما بتقول، ينزل ويهبط ويلعب مع فرقه مش موجوده اصلا ومحدش سمع عنها، والماتش بتاعه مزعل هوا، وفي نفس التوقيت في ماتش في الدوري الدرجه الاولى بيتلعب ومش متذاع، عشان ساعتها يعرفوا مين اللي جايب الرعاة ومين الفرقه اللي من حقها يبقى موجود فيها رعاة. في الاخر خالص احنا هنشوف المسرحيه دي تخلص على ايه. يا ترى زي ما اتقال ان الماتش هيتلعب بكره، في دلوقتي ناس بتقول الماتش هيتلعب الساعه 12 الا ربع، 12 الا ربع بالليل. يا ترى هيتلعب الساعه 12 الا ربع بالحكام اللي اتقال برضه ان هم طاقم تحكيم جاي من السعوديه، ولا هيتلعب بكره، ولا المباراه هتتحسب لصالح الزمالك، ولا نتيجه المباراه مش هتتحسب اصلا؟ اربع احتمالات همت مالهمش خامس. اما الماتش هيتلعب بكره بحكام اللي هم الحكام اللي جايين من السعوديه، انا ما اعرفش طاقم تحكيم اجنبي ولا طاقم تحكيم سعودي. تاني حاجه هيتلعب الساعه 12 الا ربع زي ما هم كانوا قايلين. تالت حاجه الماتش نتيجته هتتحسب للزمالك ولا لا. رابع حاجه الماتش نتيجته مش هتتحسب خالص. اربع احتمالات زي ما قلت، هنشوف لغايه بكره زي دلوقتي ايه اللي هيحصل والفيلم دوت. ولكن في حاله ان الدنيا دي ما هديتش والليله دي ما سكتتش، في حاجه هتحصل في اتحاد الكوره، لان كده الرابطه زي ما بيقولوا ايه سلكت نفسها وبريئه. اتحاد الكوره دلوقتي في ملعبه، يا ترى هيبقى في اقاله، في استقاله، هيضحوا بنفسهم كلهم سواء هاني ابو ريده بالنايب بالاعضاء اللي لسه جايين، ولا هيضحوا بلجنه المسابقات ولا بلجنه التحكيم؟ كل ده احنا هنشوفه ان شاء الله في ال 24 ساعه الجايين او ال 48 ساعه الجايين. تصبحوا على خير لو مفيش ماتش، ولو في ماتش يبقى ان شاء الله هنتقابل بعد بعد المباراه. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم.